بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وقت اللي نشوفوا إحنا في النادي الإفريقي الأمور نوعا ما تحسنت. انتدابات قيمة، قيمة لحد الآن، نتمناها تبرز في المباريات القادمة. وقت اللي نشوفوا هذا الجو الإيجابي من التحسن، التعافي، الفريق كان في الإنعاش، أصبح يستعيد أو في طور استعادة العافية. نسمع أنه نوعا ما الجماهير تطالب الفريق الآن لازمنا نفوز باللقب، لازمنا اللقب أو لا شيء غير ذلك. إذا ما فزناش باللقب راهي كارثة. لا، هكا احنا نعملوا في ضغط ونكرسوا في ضغط على اللاعبين، على الإدارة، على جميع هياكل الفريق. حتى احنا كجمهور وقت اللي نحطوا في مخاخنا انه لازم الفوز بالبطولة ولا شيء غير ذلك، والفوز وكذا حتى بعد تصير لنا لا قدر الله احنا لو لم نفوز بالبطولة، تصير لنا حتى نقولوا احنا أزمة وكما العادة، وندخل في السيناريوهات متاع أيام الماضي وكذا. لا، الهدف متاعنا الأساسي إنه نخلقوا إيكيب ممتازة، كورة جميلة، كورة سمحة. المدرب ياخذ وقته الكامل إنه يلقى التشكيلة المناسبة، يلقى تشكيلة من 11 لاعب في الميدان وعلى الدكة. نحب نخلقوا فريق ممتاز، كرة نظيفة، كرة جميلة، واللعب الجميل. وعن طريق اللعب الجميل هذاك النتائج سوف تأتي. ما نعتقدش انه عام 2008 وقت اللي جابوا بن شيخة قالوا له لازمك تخلق لنا المعجزات وتجيب لنا البطولة. ما نعتقدش ذلك. الراجل خلق إيكيب كبيرة، كان عنده عناصر شابة ممتازة: زهير الذوادي في تومكو، يوسف المويهبي، السلامي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الورتاني رحمة الله عليه. كان عنده فريق من الشباب، ووسام بن يحيى، بلال العيفة. كان خليط من اللاعبين الشباب والخبرة ممتاز جدا. بالماتش الأول بالثاني الفوز، ثم التعادل والخسارة من المنستير في المنستير 2-1، وكل صار هذاك الكل في الأخر. وقت اللي ليكيب مع الماتشوات مع تتالي المباريات أصبح فما ميكانيزم واضح، لعب واضح جميل، وفي الأخر وصلنا إن دينا البطولة. الجمهور ما يحاولش انه يضغط على فريقه، معناها الامور خلها تمشي لاباس. مع تتالي المباريات لدينا التركيز، وقت اللي ناخذوها مباراة بمباراة الامور تصبح هينة على جمهور النادي الافريقي قبل حتى اللاعبين، لانه الجمهور مصدر ضغط على اللاعبين. الجمهور لازم يعرف انه فريقه لازم يتدرج من مباراة الى مباراة. كملنا مباراة بن قردان، الان لازمنا التفكير في مباراة شبيبة العمران. التفكير في مباراة شبيبة العمران وفقط، ما نفكروش بعده، ما نفكروش في مباراة قواف القفصة أو اللي بعده. لا، نفكروا في مباراة شبيبة العمران. نكملوا مباراة شبيبة العمران وإن شاء الله ننتصروا فيها، نمشوا للمباراة اللي بعدها مباراة بمباراة. وثقافة إنه كأنه نلعبوا مباراة كأس، هذا اللي يخول إنه فريق النادي الإفريقي ينجم يعدي المطبات متاع المباريات ويوصل للوبجيكتيف متاعه. والوبجيكتيف الأساسي متاعنا إنه نخلقوا إيكيب، هذا اللي نتمناه، وهذا اللي بالحق نتمناه ونشوفه في فريق النادي الإفريقي، إنه نكوروا كرة سمحة، الكرة تخرج من الدفاع لوسط الميدان، والنظرة العامة على وسط الميدان. لازم فما تغييرات نوعا ما لازمها تصير. المدرب أعرف مني وأعرف من برشا عباد، هو المسؤول على الكيب، دونك يعرف من الناس الكل. فنخلوا المدرب يركز على فريقه، وإن شاء الله الأمور تكلل بالنجاح، والنادي الإفريقي في الطريق الصحيح.